السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هعمل الكفتة البانيه بطريقة بسيطة ان شاء الله تعجبكم. جبت نص كيلو لحمة، وجبت التوابل، حطيت فلفل اسمر وبشرة جوز الطيب، وحطيت حبة كمون شوية صغيرين، وحطيت كبيبة صيني و... وحبة صغيرة توابل، 7 بهارات، حبة صغيرة جدا، يعني من كل بين التوابل حبة صغيرة جدا. ودومت هعمل اتبل بيهم الكفته. وبعدين جبت كوبايه لبن، حطيت عليها ميه بصل من اللي انا بشرها للكفته، خدت منها حبه ميه صغيرين. وجبت بضايه حطيتها على اللبن. هقلب المكونات دي كلها مع بعضيها، واحط لها حبه فلفل اسمر، واحط لها حبه ملح. اراعي ان انا هحط في الكفته ملح يا جماعه، يعني اظبط الملح هنا وهنا. ممكن ما تحطيش هنا ملح لو انتي عليتي ملح الكفتة، بس انا بحب اتبل كل حاجة يعني مع نفسيها كده. هقلبها تقليبة كويسة وهسيبها واصبع الكفتة، يعني اعجن الكفتة كويس جدا. اهو كده اللبن. الخلطة ديت كده هحط عليها الدقيق وهتبقى جاهزة. انا هحط عليها 3 معالق دقيق، واشوفها لو احتاجت تاني 3 معالق دقيق كبار. يعني يا جماعة بمعنى اصح كده ان انا هعملها ربة زي ربة الكرنبيت. هقلبها كويس جدا. انا بعمل بردك الربة بتاعت الكرنبيت بعملها باللبن. ان شاء الله في موسم الكرنبيت لو لقيت واحدة في الفريزر هعملها لكم ان شاء الله. هربها جامد كده، مش هخلي فيها اي تكتلات. يعني امزجها مع بعضيها كويس جدا، مخليش فيها اي تكتلات. حسيت ان هي خفيفه، حطيت لها كمان بردك معلقه دقيق، واحط حبه كمان، تقريبا هتاخد مني كمان معلقه دقيق او نص معلقه دقيق. هقلبها كويس جدا لحد ما المكونات دي كلها تمتزج مع بعضيها، ما يبقاش فيها كتل او حاجه. يبقى انا حطيت هنا بضايه، وحطيت كوبايه لبن، وحطيت حبه فلفل اسمر، حطيت حبه ملح، حطيت 4 معالق دقيق كبيره بمعلقه الاكل. هقلبهم كويس. انا هعمل المقدار ده لنص كيلو لحمه. المقدار ده مظبوط. ممكن تنزلي باللبن لحد كوبايه الا ربع، اللي هي ال 200 جرام دي. اقلبهم كده خلاص كده مظبوطه. هاجي بقى للكفته، حطيت عليها بضايه. ده خفقت البضايه كده وحطيتها. وعندي البصل هحط عليه التوابل، اللي هي ملح وفلفل اسمر وكبيبه صيني وبشره جوز الطيب ونقطه صغيره كمون وحبه بسم الله الرحمن الرحيم 7 بهارات شويه صغيرين بردك. دعكت كل التوابل بالبصل، وكده خلطتهم على اللحمه وعلى البيض، وبايديا كده نضيفه غسلها كل شويه يعني. هدعك كل المكونات دي لحد ما عجينها تبقى عجينه. وهصبع بقى. انت عايزه تصبعيها زي الكفته صبعيها، عايزه تبططيها كده شويه بططيها، عايزه تعمليها دواير عادي برضك. جبت حبه سميد. مش سميده، اقصد بقسماط اللي احنا بنشتريه دوت من عند العطار. حطيت فيه الكفته، بدرتها فيه كده، وبعدين حطيتها في الخليط اللي انا حطاه او الربه اللي انا عاملاها دي، وعلى النار على طول. كنت عايزه اعملهم كلهم احطهم في الربه واطلعهم ارصهم، لقيتهم مش هينفع. فقلت بقى اعملهم كلهم بالدقيق البقسماط ده، وبعدين احطه في الربة على الزيت على طول. على الزيت، يعني هو يا جماعة مش هحمرها بزيت، هحمرها بحبة زيت على سمنة. حمرها بحبة زيت على سمنة، بس الاكتر سمنة، يعني كمية الاكتر سمنة وحبة زيت شوية صغيرين، عشان تديها بردك قرمشة وكده. اهو بصوا يا جماعه كده، اطلع من الربة على السمنه على الزيت دي على طول، واهدي عليها، احط الزيت يبقى سخن، وهدي عليه علشان تستوى اللحمه نيه يا جماعه، عشان تستوى اللحمه من جوه. بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعه تحفه جدا جميله. لو انتوا جربتوها تعملوها تاني، حلو قوي. لو انت عايزه تصبعيها زي الكفته عادي، بس كتري الزيت على السمن شويه. انا بططتها كده عشان ما تاخدش، وفر كده في الزيت والسمن يعني. قلب نوفر يعني اهو. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا وطعمها في منتهى الجمال. تاكلها مع مكرونه، تاكلها سندوتشات، تاكلها مع رز بسمتي، تاكلها مع اي حاجه يعني، ماشيه مع كل حاجه، سندوتشات فينو اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. اللي ما خدتش مني وقت وانا بعملها بردك في منتهى الجمال. بصوا يا جماعه، هي انت بقى تقفي جنبها ما تسيبيهاش، وهدي عليها النار على قد ما تقدري. انا عملت معاها طبق المكرونه دوت والشيبسي والبصل دوت، عملته ببابريكا و...
كان جميل يعني، كان طعمه حلو اهيت يا جماعه. بصوا مستويه من جوه في منتهى الجمال. تعمليها بقى سندوتشات، تاكليها برز، بمكرونه، زي ما انت عايزه. يا رب وصفتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.